محمد صلاح، ولكن بقميص نادي الهلال. وكانت الصورة بمثابة تلميح صريح إلى إمكانية انتقال صلاح إلى الهلال في الفترة المقبلة والمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025 في الصيف. وسبق أن ألمح محمد صلاح أكثر من مرة منذ بداية الموسم أنه يأمل في الاستمرار مع ليفربول لفترة أطول وإنهاء مشواره في الريدز. وعلى الرغم من هذه التصريحات إلا أن إدارة ليفربول لم تتحرك وتمنح اللاعب العرض الذي يليق به أو توفير مطالبه للتمديد. ولجأ بعدها محمد صلاح لأسلوب الضغط على الإدارة عن طريق الجماهير، حيث أطلق الفرعون المصري أكثر من تصريحا يؤكد فيه أن هذا الموسم هو الأخير له مع ليفربول، وأنه حتى الآن لم يتلقى أي عروض من النادي. وقال صلاح نصا في تصريحات مصورة إنه خارج النادي أكثر من الداخل، وأن النادي لم يتقدم له بعرض رغم حبه للنادي ورغبته في البقاء. وأكدت التقارير أن الخلاف بين محمد صلاح وإدارة ليفربول على العقد الجديد هو المدة حث. يرغب اللاعب في عقد لمدة 3 مواسم، بينما ليفربول يرغب في عقد لمدة موسم أو 2 فقط. وشهدت الفترة الأخيرة ارتباط اللاعب بالعديد من الأندية، خاصة بعدما أصبح حرا في التفاوض أو التوقيع لأي فريق